بيبدأ فيلمنا بواحد اسمه نيرس وهو بيحكي عن عالم السحر، وبنفهم من كلامه إن العالم اللي احنا فيه ده اتدمر بالكامل بسبب حرب حصلت من مئات السنين وقضت على معظم الكوكب، وما بقاش فيه غير الأراضي الملعونة اللي بيعيش فيها أشرس المخلوقات زي الوحوش والمتحولين، وإن باقي البشر اللي لسه فاضلين على الكوكب ده اتجمعوا وعاشوا في مدينة بعيدة عن الشر والدمار اللي حصل فيه. وبعدها نيرس بيكمل كلامه وبيحكي عن ساحرة خطيرة اسمها جينا، وبنعرف إن الساحرة دي ظهرت في الأراضي الملعونة، وإن نيرس بنفسه ليه قصة معاها، وبيقول إن هو من ساعة ما قابلها وفي حاجات كتير اتغيرت في حياته، وإنها قدرت تنقذ البشر من مخاطر كتير. وبيبدأ إنه يحكي حكايته معاها، وبنشوف جينا وهي متعلقة ومحكوم عليها بالموت لأنها ساحرة، وبنعرف إن السحر في مدينتها يعتبر جريمة وعقوبته الموت. وبنشوف قائدة المدينة دي اللي كان اسمها مارلين، وهي بتقول لكل الموجودين إن الكنيسة بتحرم السحر وأعمال الشعوذة، وإنهم لازم يتخلصوا من جينا قبل ما اللعنة دي تحل على باقي المدينة. وفعلا مارلين بتحكم عليها بالإعدام وبتمشي مع باقي فريقها، لكن جينا مش بتستسلم وبتفضل تقاوم. وبيكون في واحد من فريق مارلين بيتفرج عليها وهي بتصارع الموت، وفي الوقت ده جينا بتستخدم سحرها وبتبص في عينه وبتسحره، وفجأة الشخص ده بيحس ان هو اللي بيتخنق وبيطلع السلاح علشان يقطع الحبل اللي حوالين رقبته، لكن الحبل اللي في رقبة جينا هو اللي بيتقطع، وبكده بتقدر ان هي تنقذ نفسها. ولما مارلين بترجع للمكان تاني وبتعرف اللي حصل بتكون غضبانة جدا، وبتقرر ان هي تخلص على الشخص اللي سحرته جينا، وبعدها بتأمر رجالتها ان هم يقتلوا جينا لانها بقت خطر عليهم. لكن جينا مش بتكون سهلة زي ما هي كانت متخيلة، وبتقدر ان هي تقتلهم واحد ورا التاني بكل سهولة. وبعد كده بتمسك مارلين وبتقول لها ان هي ممكن تقتلها هي كمان، وبتعلقها على المكان اللي كانت متعلقة فيه قبل كده علشان تكون عبرة لشعبها. وبعد ما جينا بتسيب المكان وبتمشي كل الشعب بيهتف باسمها بعد ما شافوا شجاعتها وقوتها في السحر. وفي الوقت ده نيرس بيروح على مكان مهجور، وفجأة بيلاقي 4 أشخاص خارجين من المكان ده وبيكون معاهم أسلحة، وبيبدأوا ان هم يتعاركوا معاه، لكن نيرس بيقدر ان هو يخلص على 3 منهم. ولما الرابع بيحاول ان هو يسرق السلاح بتاع نيرس بيتفاجئ بتعبان ب3 رؤوس بيهجم على وشه وبيموته. وفي الوقت ده بنعرف ان النيرس بيستخدم التعبان ده طول الوقت كسلاح حمالي. وبنرجع تاني لجينا اللي بتكون بتتكلم مع ست عجوزة وعامية، وبنشوفها وهي بتعطف عليها وبتديها فلوس في ايديها. والغريب ان الست دي بتقدر تتعرف عليها بسهولة بالرغم ان هي عامية واول مرة كمان تقابلها. وبعدها جينا بتخرج من المكان وبتجيلها ملكة المملكة اللي هم عايشين فيها، وبنعرف ان الملكة دي اسمها تيريا، وبيبقى معاها المساعد بتاعها ريو وشوية من الحراس. وبتبدأ ان هي تتكلم مع جينا وبتعرفها ان هي سمعت عنها كتير، وعرفت ان هي تقدر تحقق اي امنية لاي شخص في مقابل المال. وجينا بتعرفها ان هي تقدر فعلا تعمل كده، وبتبدأ ان هي تسألها عن امنيتها. وفي الوقت ده تيريا بتؤمر رجالتها ان هم يخرجوا من المكان، واول لما بيخرجوا بتقول لها ان هي عارفة ان هي من الاراضي الملعونة، وانها عايزة حاجة مهمة جدا من هناك، وهي انها تجيب لها قوة ذئب او وحش شرس، وبتدي لجينا مبلغ كبير. وجينا بتكون مستغربة جدا من الطلب ده لكنها بتوافق تنفذه لها، وبتعرفها ان هي هتأجر شخص يروح للاراضي الملعونة علشان يصطاد لها وحش او شخص متحول ويجيبه لها علشان تاخد قوته منه. لكنها بتطلب من تيريا ان هي تدي لها مهلة لحد اكتمال القمر اللي بيكون لسه فاضل له 6 ايام. وبعدها جينا بتبدأ ان هي تعمل طقوس سحرية، وبتقدر ان هي تشوف وحش مخيف، وبنعرف ان هي شافت كل اللي هيحصل لها واللي هتقابله في رحلتها. وبعدها بيجي لها ريو وبيقدم لها ساعة وبيقول لها ان دي اغلى حاجة بيمتلكها. ولما جينا بتسأله عن المقابل ريو بيطلب منها ان هي ما تحققش طلب الملكة، وطبعا جينا بتكون مستغربة لان المفروض يكون مخلص للملكة اكتر من كده. وفي الوقت ده ريو بيعرفها ان هو بيعمل كده لانه خايف على الملكة، لانك لو نفذت لها الطلب ده الملكة نفسها هتتأذي. وجينا بتاخد منه الساعة وبتعرفه ان هي تفكر في الموضوع، وريو بيسيب لها المكان وبيمشي. وبعدها جينا بترجع تكمل الطقوس بتاعتها، وبتشوف اشخاص وهي رايحة للاراضي الملعونة علشان تصطاد وحش، لكن الوحش ده بيكون شرس جدا ومحدش بيقدر يقف قدامه لدرجة ان هو بيقتلهم كلهم. وبعدها جينا بترجع للواقع وبتعرف ان طلب الملكة ده مش سهل زي ما هي كانت فاكرة. وفي الوقت ده بنشوف الملكة وهي بتزعق لجوزها الملك، وبنعرف ان هو مريض ومش بيقدر يتحرك، والملكة بتعرفه ان هي مستنية ساعة موته علشان ترتاح منه. وبعدها بتسيبه وبتروح تقابل عشيقها اللي بنكتشف ان هو نيرس. وبعد ما بيقعد معاه شوية وبيعرفها ان هو هيمشي، تيريا بتطلب منه ان هو يقعد معاه شوية لكنه بيرفض وبيقول لها ما ينفعش لانها عارفة السبب. ولما بيجي يمشي الحراس بيمنعوه، لكن نيرس بيحرقهم بازازة المشروب اللي معاه. وبعد شوية بنشوفه وهو قاعد في مكان تاني، وجينا بتروح له وبتبدأ ان هي تتكلم معاه. وفي الوقت ده بتقول له ان هي عرفت ان هو بيروح على الاراضي الملعونة وانها عايزة تأجره في مهمة خاصة، ونيرس بيوافق على طلبها لكنه بيقول لها ان كل حاجة هتكون بمقابل. وعلى طول جينا بتديله الساعة اللي اخدتها من ريو، وبتطلب منه ان هو يصطاد لها شخص متحول عايش في الاراضي الملعونة وبعدها تقتله علشان عايزة تاخد قوته. ونيرس بيكون عارف الشخص ده وبيقول لها ان هو مستذئب خطير لانه بيتحول لذئب ضخم وشرس، وبيقول لها كمان ان هو عارف مكانه وانه عايش في مكان قريب من نهر الجمجمة. وفي الوقت ده جينا بتبدأ تفتكر
ان هي شافت المكان ده في الطقوس اللي كانت بتعملها. وفي وقت ما كانوا بيتكلموا مارلين ورجالتها بيهجموا على المكان وبتبدا معركه كبيره بينهم، ونيرسي بيرمي عليها التعبان بتاعه اللي ب3 رؤوس، لكن مارلين بتقدر ان هي تقتله. وفي الوقت ده جينا ونيرسي بيضطروا ان هم يسيبوا المكان بسرعه علشان يكملوا المهمه بتاعتهم. وطبعا نيرسي بيكون زعلان جدا على التعبان بتاعه وبيكون عايز ينتقم من مارلين. وفي نفس الوقت مارلين بتكون وصلت الكنيسه وبتبلغ رئيسها فيليب ان جينا هربت مع نيرس، وبيكون معاها منشورات بتعرف منها ان شعبها واقف في صف الساحره جينا. وفيليب بيعرفها انه مش هيقدر يسيطر على الشعب ده، وبيأمر مارلين ان هي تجمع رجالتها ويروحوا ورا جينا وما يرجعوش تاني ابدا الا بيها. وبنشوف الحراس هم جايبين الست العجوزه وبيعذبوها علشان يعرفوا منها اي معلومات عن جينا. والست العجوزه بتعرفهم ان الملكه تيريا جات لها وكان واضح كده ان هي عايزه منها خدمه كبيره. وفيليب بيأمر الحراس ان هم يجيبوا له جينا حيه علشان يعرف السر اللي بينها وبين الملكه، لانهم لو عرفوا السر ده هيقدروا يتخلصوا من الملكه الخاينه، وبكده يخلصوا من جينا وتيريا اللي بيمثلوا قوه الشر في المملكه كلها. وبنرجع تاني لجينا ونيرس اللي بيكونوا قدروا يوصلوا للارض الملعونه، ونيرس بيكون عايز يلاقي تعبان زي التعبان اللي كان معاه، لكنه للاسف مش بيقدر يلاقي حاجه شبهه. وفي الوقت ده بيقرروا ان هم يباتوا في المكان لحد الصبح. وتاني يوم نيرس بياخد جينا على مكان فيه ناس يعرفهم، ولما بيوصلوا للمكان ده بيقعدوا وبيستريحوا فيه. وجينا بتبدا تعجب بشخصيه نيرس، لكن بتيجي بنت اسمها لينا وبتحاول تاخد نيرس معاها، وبنعرف ان هما الاتنين على علاقه ببعض. ولينا بتفضل تساله على جينا وعلى المكان اللي رايحين عليه. وبعدها بيعدي الوقت والنهار بيطلع وبيبقى فاضل بس 4 ايام على اكتمال القمر، ونيرس بياخد جينا وبيكملوا طريقهم. وفي نفس الوقت مارلين ورجالتها بيكونوا في الطريق وراهم. وفي الوقت ده الملكه تيريا بتستدعي فيليب وبتكون غضبانه وبتزعق له علشان بعت مارلين ورجالته ورا جينا. وفيليب بيحاول ان هو يقلب الترابيزه عليها وبيقول لها ان هو سمع اشاعات عنها ان هي بتخون الملك وبتخون شعبها، لكن طبعا تيريا بتنكر وبتعرفه ان دي مجرد اشاعات. وبعد كده فيليب بيتواصل مع مارلين وبيقول لها تعمل المستحيل وتجيب جينا من تحت الارض علشان لازم تعترف على تيريا ويثبتوا انها خاينه قبل ما الملك يموت. وده طبعا لان لو الملك مات تيريا هتستولى رسميا على الحكم. ومارلين ورجالتها بيوصلوا على المكان اللي كان فيه جينا ونيرس وبيفضلوا يعذبوا لينا واخوها لحد ما لينا بتقول لهم ان نيرس وجينا راحوا على نهر الجمجمه. وبعدها مارلين واللي معاها بيمشوا بسرعه بعد ما بيحرقوا المكان بالكامل. وتاني يوم بيكون فاضل على اكتمال القمر 3 ايام، ونيرس بياخد جينا على مكان شخص اسمه سار، لان سار ده هو اللي هيعديهم لطريق نهر الجمجمه. ولما نيرس بيفضل ينده على سار مش بيرد عليه، وكانت الصدمه ليه لما بينزل علشان يدور عليه وبيلاقيه مشنوق قدامه. وطبعا نيرس بيكون قلقان جدا وبيقول لجينا ان في حد سبقهم على المكان ده وقتل سار. وكانت المفاجاه ليه لما جينا بتعرفه ان اللي قتلوه موجودين دلوقتي معاهم في المكان. وبعدها فعلا مارلين بتظهر لهم هي ورجالتها وبتعرفهم ان هي اللي قتلت سار، لانه مرضاش يقول لهم اي معلومات عنهم. ومارلين ورجالتها بيكونوا لابسين نظارات لانهم كانوا خايفين من جينا ان هي تسحرهم تاني زي ما عملت اول مره. وفي الوقت ده مارلين بتحاول ان هي تقنع نيرس ان هو يسلمهم جينا، وبتعرفه ان هو لو عمل كده هتديله مكافاه كبيره. لكن نيرس بيرفض عرضها وبيقول لها ان جينا اجرته قبلها وما كانش يعرف ان مارلين عامله حسابها وجايبه له هديه معاها. والنيرس بيلاقيها مكتفه لينا ومعلقاها وبتبدا ان هي تساومه بيها. ولما مارلين بتحس ان نيرس برضه مش عايز يقف في صفها بتضطر ان هي تقتل لينا قدام عينيه. وطبعا في الوقت ده نيرس بيتضايق جدا وبيقرر ان هو ينتقم منها وبيفضل يضرب عليها نار هي ورجالتها، لكن عددهم بيكون اكبر منهم بكتير. وجينا بترمي عليهم قنبله وبتاخد نيرس وبيهربوا من المكان بسرعه وبيركبوا اتوبيس سار، ونيرس بيضرب كابل التشغيل علشان الاتوبيس يتحرك. وبنشوف مارلين ورجالتها لسه عايشين وبنعرف ان القنبله ما اثرتش فيهم وبيحاولوا ينطوا على الاتوبيس علشان يمسكوهم. وفعلا شويه منهم بيقدروا ان هم يدخلوا جوه الاتوبيس، وجينا ونيرس بيفضلوا يضربوا فيهم لحد ما بيخلصوا عليهم. ولما مارلين بتحس ان هم خلاص هيهربوا بتأمر باقي رجالتها ان هم يقطعوا الكابلات اللي ماشي عليها الاتوبيس. ولما بيعملوا كده الاتوبيس بيختل توازنه وجينا بتقع منه لكنها بتمسك فيه بكل قوتها وبيقدر نيرس ان هو يسحبها لجوه تاني. وبعد معاناه كبيره بيقدروا ان هم يعدوا للبر التاني لكن بصعوبه كبيره جدا. وطبعا مارلين مش بتسيبهم بحالهم وبتفضل تضرب عليهم نار، وللاسف نيرس بيتصاب في كتفه. ولما بتحاول ان هي تضربه تاني جينا بتقدر تسحرها ومش بتخليها تركز لحد ما نيرس بيقدر ان هو يبعد عن المكان وبيبقى في امان. وبعدها بيوصلوا على مكانه بيقعدوا فيه وبتطلع الرصاصه من كتفه، ونيرس بيطلب من جينا ان هي تخيط له الجرح، ومن شده الالم اللي هو كان فيه بيفقد الوعي. وبعد فتره بيفوق بيلاقي جينا قاعده جنبه مهتميه بيه، وبيبداوا هما الاتنين انهم يتكلموا مع بعض وبيلاقوا حاجات مشتركه بينهم هما الاتنين، وكان امر طبيعي ان يحصل اعجاب بينهم. وبنرجع تاني للملكه تيريا اللي بتكتشف ان هي حامل، واللي من بجاحتها بتعرف الملك بحملها من عشقها. وطبعا الملك بيكون مصدوم من اللي هي قالته لكنه مش بيقدر ان هو يعمل لها اي حاجه لان لا حول ليه ولا قوه. ومن كتر ما تيريا كانت بتكرهه بتفضل تشتم فيه وبتحط المخده على وشه لحد ما بتخنق وبيموت. وبنرجع تاني لنيرس وجينا اللي بيكونوا في الاراضي الملعونه وبنلاقيهم راكبين خيول وماشيين في
ممر طويل، وفجأة بيسمعوا صوت قطر وبيفهموا ان مارلين وفريقها لسه ماشيين وراهم، وبيجروا بسرعة وبيدخلوا مبنى كبير لكنه بيكون ضلمة. ونيرس بيطلب من جينا ان هي تساعده علشان يولعوا نار، وبيفهمها ان الوحوش اللي في المكان ده بيخافوا من النار وبيرموا على الارض كميات كبيرة من البنزين. وفجأة بيبدأوا هما الاتنين يسمعوا اصوات مخيفة وبيشوفوا انوار بتظهر في كل مكان، وبيتفاجئوا بظهور اول وحش اللي بيكون شكله مخيف جدا. ونيرس بيرمي ولعته على الارض والارض كلها بتولع، لكن الوحوش بتمسك لوح حديد علشان يمشوا عليه، ونيرس بيرمي عليهم برميل بنزين علشان يولع فيهم. وبنشوف وحش منهم بيقدر يوصل لنيرس، وجينا بسرعة بتدافع عنه وبتواجه الوحش، لكنها بتكتشف ان موته صعب جدا لانه مش بيموت باي طريقة. وفي الوقت ده بتضطر ان هي ترمي عليه برميل البنزين وبتولع فيه. وفي اللحظة دي زعيم الوحوش بيكون شايفهم من فوق وبينزل يواجه جينا وبيهجم عليها، وبيكون عارفها وبيندهب باسمها. وقبل ما بيخلص عليها جينا بتعرف ان هو نفس الوحش اللي شافته لما عملت الطقوس، وبتقدر ان هي تسحره بعينيها، وبنشوفه هو بيستسلم لسحرها، وبعدها بيسيبها وبيؤمر كمان باقي الوحوش ان هم ما يأذوهاش. وجينا بتطلب من نيرس ان هو يمسكها كويس علشان طاقة السحر اللي جواها خلتها ضعيفة، وبتحرق الزعيم وباقي الوحوش اللي معاه والمكان كله. وبعدها بيروحوا يقعدوا في مكان بعيد عن النار، وجينا بتكون تعبانة جدا من طاقة السحر اللي استخدمتها، ونيرس بيكون جنبها وما بيرضاش ان هو يسيبها ابدا، وبيبدأ ان هو يسألها ليه تعبت بعد ما حرقت الوحوش. وجينا بتعرفه ان كل حاجة ليها تمن، وان الطقوس اللي بتستخدمها دي بيكون لها مقابل وبتدفعه من طاقتها. ومن كتر ما هي كانت تعبانة بتنام في مكانها لحد الصبح. وتاني يوم بيكون فاضل على اكتمال القمر يوم واحد، وبنروح على المملكة وبنلاقيهم بيعلنوا خبر وفاة الملك، وكمان بيعلنوا ان الملكة تيريا حامل. وطبعا الشعب بيكون حزين جدا على موت الملك، بيكون مصدوم من خبر حمل الملكة، وريو بيفضل يزعق لهم وبيأمرهم ان هم يهنوا الملكة تيريا على الحكم وعلى الحمل كمان. وبنرجع تاني للأراضي الملعونة، وبيكون نيرس مع جينا وبيقول لها ان هم يوصلوا نهر الجمجمة الصبح، لكنه بيحذرها من المكان ده وبيطلب منها ان هي ترجع عن المهمة اللي هي عايزة تعملها. وجينا بتصدمه بردها وبتقول له ان هو كده خلص مهمته معاها، وبتديله الساعة تاني بعد ما رجعها لها، لكنه بيرفض ان هو ياخدها منها، وبيترجاها تاني ان هي ما تنفذش المهمة وترجع معاه. لكن جينا بتعرفه ان رجوعها مش هيفرق معاها لانها انسانة ملعونة، ومش فارق معاها اصلا اذا كانت تعيش ولا تموت. ونيرس مش بيرضى ان هو يسيبها لوحدها ابدا، وبياخدها وبيركبوا حصان وبيروح معاها على طريق نهر الجمجمة. واول لما بيوصلوا بيحسوا ان الارض تحتهم بتتهز، وبيفهموا ان القطر اللي مارلين راكباه قريب منهم. وفي الوقت ده جينا ونيرس بيقرروا ان هم يعملوا خطة علشان يخلصوا بها من مارلين ورجالتها للابد. وبنشوف جينا وهي واقفة على شريط القطر، ولما مارلين بتشوفها بتزود السرعة، وجينا بتفضل تجري قدام القطر ومارلين بتجري وراها. وفجأة جينا بتنط في الهواء، وبنعرف ان سكة القطر مفصولة، ونيرس بيقدر انه يمسك جينا قبل ما تقع، وبيقع القطر بمارلين ورجالتها وبيخلصوا منهم. وفي نفس الوقت ده فيليب بيسمع صوت القطر وهو بيقع، وبيعرف ان مارلين واللي معاها ماتوا، وطبعا بيكون متضايق جدا لان كده الملكة وجينا هيقدروا يسيطروا على المملكة ويدمروها. وكانت الصدمة ليه لما بيلاقي ان ريو بيهجم على المكان وبيقتل كل رجالته، وبعدها بيقتله هو كمان. وفي الوقت ده بيكون نيرس وجينا وصلوا لنهر الجمجمة، وبيشوفوا جماجم كتير وهم ماشيين في الطريق. ونيرس بيعرفها ان الجماجم دي بتاعت الناس اللي حاولوا يوصلوا للذئب المتحول، لكنهم طبعا ما قدروش يوصلوا والذئب قتلهم. وجينا بتعرفوا ان هم لازم يلاقوا الذئب في اسرع وقت لان فاضل ساعات قليلة جدا على اكتمال القمر. وبرضه نيرس بيعرض عليها تاني ان هم يرجعوا يسيبوا المكان، لكن جينا بتكون عنيدة جدا وبترفض ان هي ترجع، وبتحضنه لانها بتحس معاه بالامان. بعدها بنشوف الملكة تيريا وهي مع ريو، وبتكون قلقانة جدا لان المفروض جينا ترجع لها تاني يوم على حسب اتفاقهم. وريو بيحاول ان هو يطمنها وبيطلب منها ان هي ما تقلقش. وبنرجع تاني لنيرس اللي بيكون لسه بيتألم من الجرح اللي في كتفه، وجينا بتلبس خواتمها الفضة لان ده اللي هيساعدها في مواجهة الذئب. ونيرس بيحاول يفهمها ان الفضة مش هتأثر في الذئب ده، وبيطلب منها لاخر مرة ان هم يسيبوا المكان وبيمشوا. وفجأة بيكتمل القمر وجينا بتحس بوجود الذئب حواليها، وبتعرف نيرس ان الذئب قريب منهم جدا. ونيرس بيطلب منها ان هي تدخل تستخبى في اي مكان بسرعة، وجينا بتفضل تزعق له وبتقول له ان هو كذب عليها وانها عارفة كل حاجة. وكانت الصدمة لينا لما بنشوف نيرس وهو بيتحول لذئب، وبيطلع ان نيرس يبقى هو نفسه الذئب المتحول اللي جينا وتيريا بيدوروا عليه. وفجأة بيقع على الارض والجرح بتاعه بينزف فضة، وجينا بتستعد لمواجهته لما بتلاقيه بدأ يتحول لمستذئب ضخم وشرس. وبنشوفهم هما الاتنين وهما بيتصارعوا مع بعض، لكن من الواضح كده ان بيكون في حاجة غلط لان نيرس بتكون قوته ضعفت جدا، وده لان عنصر الفضة اتخلط مع الدم بتاعه. وبتقدر جينا بكل سهولة ان هي تسحره بعينيها، وبتوهمه ان في طيور في المكان وبتتجمع وبتتحول لصقر كبير، وبيفضل نيرس يجري ورا الصقر ده علشان يمسكه. وفي الوقت ده جينا بتستغل فرصة انشغاله عنها وبتطعنه بالفضة اللي في ايديها، وبتفضل تضرب فيه لحد ما بيتعب وبيقع على الارض. ولما القمر بيغيب نيرس بيرجع لشكله الطبيعي تاني وبيكون تعبان جدا، وجينا بتكون جنبه وبتسقيه وبتطلب منه يرتاح لحد ما القمر يظهر تاني. ونيرس بيعرفها ان هو بيحب
بيحبها وما قدرش يبعد عنها وبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي جينا مربطة بسلاسل حديد، ونيرس بيطلب منها ان هي تفكه علشان ما يأذيهاش، وجينا بتقول له ان هو مش هيقدر يأذيها لانها عرفت كل نقط ضعفه. وبتبدأ جينا تعرفه انها عرفت كل حاجة من وقت ما كانت بتعمل الطقوس علشان تعرف مكان الذئب فين. وبتقول له انا لما عرفت انك تبقى الذئب المتحول حطيت لك عملة فضية في الجرح بتاعك وانا بخيطه علشان وقت ما تتحول تندمج مع الدم بتاعك وتخليك ضعيف. وبعدها بتطلع سكينة وبتكون عايزة تقتل نيرس، ونيرس بيعرفها انه محبش في حياته حد زيها وانه متأكد ان هي كمان بتحبه، وبيطلب منها ان هم يرجعوا يعيشوا مع بعض حياة جديدة. وفجأة القمر بيظهر ونيرس بيتحول تاني، وجينا بتغرس السكينة في صدره وبتفضل تضرب فيه وهي بتبكي. ولما النهار بيطلع بنشوف نيرس وهو جثة على الارض، وجينا بتحط الساعة على جثته وبتمشي على المملكة. واول لما بتوصل بتلاقي الشعب كله بيهنيها على رجوع عليهم، وبيكون معاها جلد الذئب المتحول اللي سلخته من نيرس. وفي الوقت ده الشعب بيقلب على الملكة تيريا وعلى كل فريقها، وريو بيقابل جينا وبيقول لها ان في اتفاق بينهم هي ما نفذتوش، لكن جينا بتعرفه ان هي نفذت كلامه وانه بعد شويه هيتاكد من ده. لكن طبعا ريو ما كانش مصدقها وبيقول لها ازاي اصدقك وانت جايبه معاك القوه اللي الملك عايزاها. وجينا بتعرفه تاني ان هو يفهم كل حاجه في الوقت المناسب، وبتطلب منه ان هو يروح للملكه ويخليها تخلط دمها بجلد الذئب وبعدها تلبسه على جسمها قبل ما الليل يخلص. وقبل ما بيمشي بتعرفه ان هي خلصته من عشيق الملكه اللي هو ابو طفلها، وانها فضت له الطريق خالص قدامه علشان ياخد راحته معاها. ولما ريو بيروح لتيريا علشان يديها جلد الذئب، تيريا بتتصدم لانها ما كانتش عايزه ده اللي يحصل، وبتقول له ان هي ما كانتش عايزاها تقتل الذئب ده، وكانت عايزاها تجيب لها قوه مستذئب تاني لانها اصلا كانت عارفه ان نيرس مستذئب، وعلى الرغم من كده كانت بتحبه وما كانتش قادره تبعد عنه. وبنعرف ان هي عملت كل ده وبعتت جينا علشان تجيب لها قوه مستذئب لانها كانت عايزه تبقى زي نيرس علشان تقدر تكمل حياتها معاه. ومن كتر ما هي كانت متضايقه ان نيرس اتقتل بتقتل ريو. وفي نفس الوقت ده شعب المملكه بيكون عمل انقلاب عليها وبيدخل على القصر وبيقتل كل رجالتها، وتيريا بتخاف وبتجري علشان تهرب من المكان وبتنسى تاخد جلد الذئب معاها. ومع اول ضوء للنهار بنلاحظ ان قوه الجلد بتتحول وبتروح لجثه نيرس، وبيقدر نيرس ان هو يرجع لهيئته الطبيعيه من تاني. وبعدها بيروح لجينا وبيكون معاه بندقيه وبيقول لها ان هو ممكن دلوقتي يقتلها ويسلخ جلدها زي ما عملت فيه، لكن جينا بتصدمه وبتقول له ان هي كانت عارفه كل حاجه من الاول وانه كان على علاقه بالملكه. وبتقول له كمان انها كانت متاكده ان تيريا من حزنها عليك مش هتقدر ان هي تاخد قوتك من الجلد، وان ده فعلا اللي حصل لانك قدرت ترجع لهيئتك الطبيعيه من تاني. وبتقول له كمان ان هي كانت عارفه ان الشعب هيعمل انقلاب على تيريا وياخد منها الحكم. واخر حاجه بتقولها له ان هي عارفه ان البندقيه اللي معاه دي فاضيه وانه بيهددها بس بيها مش اكتر لانه بيحبها وما يقدرش يأذيها. وفي الوقت ده بتقرر ان هي تروح معاه ويبداوا حياتهم من جديد، وبيخلص الفيلم على كده. يا ريت بقى لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده فما تنساش انك تحط لايك، ولو ما كنتش لسه اشتركت في القناه يا ريت تشترك فيها علشان تتابع معايا اقوى ملخصات الافلام. وتحياتي لكل اخ واخت متابعني، يلا سلام.